مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة، يلا بينا. هنتكلم على كام معادلة النهاردة إنما إيه؟ في ال90. ركز معايا. أول معادلتين عندنا 2 رو و2 كولوم. المعادلتين دول جمال جدا، بيعملوا إيه؟ أنا عندي شوية أرقام زي كده وعايز أحطهم في عمود واحد ورا بعض أو في صف واحد ورا بعض. لو إحنا جربنا ال2 كولوم، الأري ده المكان بتاعنا اللي هناخد منه الداتا، وعملنا انتر. إيه اللي حصل؟ خد الارقام كلها حطها ورا بعض زي ما انتم شايفين، وهيجي على حاجه مثلا خانه فيها فاضي زي ده، هيديك ايه مكانها؟ زيرو. طب من الحاجات الجميله برضو في المعادله ان انا ممكن اشيل الزيرو دوت لو انا مش محتاجه. في حاجه اسمها اجنور دي بقى بلانكس يا اما ايرور يا اما بلانك اند ايرور. انا هختار مثلا بلانك اند ايرور واعمل انتر. ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان الصفر اللي كان موجود بعد ال 14 عشان الخانه دي فاضيه ما بقاش موجود. بس كده؟ لا، دلوقتي التو كولوم النورمال بتاعها بتجمع الارقام بالصف وبعد كده تبتدي الصف اللي بعده. يعني احنا لو خدنا بالنا هنلاقي انها خدت اول صف اهوت، وبعد كده ابتدت من الصف اللي بعده وخدت الارقام اللي موجوده. طب انا مش عايزه يجمع الارقام ورا بعض بالطريقه دي، انا عايز يحط ارقام ورا بعض عمود، يعني ياخد العمود ده الاول وبعد كده ياخد العمود الثاني وهكذا، ما ياخدهاش صف. هنفتح المعادله بتاعتنا ونيجي على اخر اختيار فيه ونقول له الاسكان ما يبقاش بالرو، يبقى بالكولوم. وانت لو لاحظت هتلاقيه كاتب لك ان الديفولت بتاعه الرو. طيب انا اخترت الكولوم، عملته انتر. هتلاقي كده لو لاحظنا خد من 5 لحد 10 اهو طبعا، وابتدى كولوم جديد من 1 و7 و13 وهكذا. دي تو كولوم. نشوف التو رو، نفس المنهجيه بالظبط بس بالصف. برضو بنحدد الاري بتاعنا الارقام اللي احنا عايزين نعملها ونعمل انتر، هيجمع كله في صف واحد زي ما انتم شايفين. برضو نفس الكلام، حته ان انا اعمل اجنور للفاضي واعمل سكان بالكولوم ولا بالرو. معادلتين كمان في ال90، الراب رو والراب كولوم. عندنا بيانات زي كده وعايزين نحولها بالطريقه دي. الراب رو بتعمل التفاف للقيمه. يعني ايه التفاف للقيم؟ يعني يمشي بالقيم لحد صف معين او عمود معين اللي احنا بنقول عليه، وبعد كده يجيب بالارقام اللي بعده. خلينا نشوفها عملي. لو كتبنا هنا الراب رو وقال لنا عايز الفيكتور دي الارقام اللي احنا هنشتغل عليها. طيب الراب كاونت بقى هو هيلف كام عمود ويقوم جايب الرول اللي بعده، هنقول 4. احنا عايزين يلف 4. خلينا نشوف هيعمل ايه. هتلاقي خد الارقام من هنا لحد 4 اهو، وبعد كده راح جاي تاني من الصف اللي بعده ابتدى 4 ارقام وهكذا لحد ما جاب الارقام كلها لحد اخر رقم موجود عندنا في البيانات. طب احنا لو خليناه يلف مثلا 5 ارقام، هتلاقيه خد 5 ارقام من هنا وبدا يلف في الصف اللي بعده. طب ظهر عندنا حاجه زي كده ان ايه، وعايزين نشيل ان ايه دي. المعادله برضو فيها حته جميله جدا اللي هي باد ويز. الباد ويز دي لو احنا في اي حاجه لا مشكله مثلا او ان ايه، هنقول له مثلا اعملها داش سيكل كده، فبتتحول بالطريقه دي. دي الراب رو. طب الراب كولوم نفس الطريقه بس بتخليها بالكولوم. خلينا نشوفها. ادي الراب كولوم، الفيكتور هيبقى نفس القيمه اللي عندي دي، والراب كاونت هنعمله مثلا 3 ونعمل انتر. هتلاقيه خد الاعمده بتاعتنا ادي 3 روهات وابتدى اشتغل على ايه الارقام اللي موجوده عندنا كلها. وبس كده.